الطلاق مع أي شخص يمكن أن يكون مؤلمًا، ولكن يمكن أن يكون الطلاق مع النرجسية خاصًا مؤلمًا لعدة أسباب. أولًا، انهيار الصورة الذاتية المثالية. النرجسي يميل إلى بناء صورة مثالية عن النفس وعن العلاقة، وعندما يحدث الطلاق يمكن أن يتعرض هذا السقف المثالي للانهيار، مما يؤدي إلى شعوره بالإحباط والفشل. ثانيًا، فقدان المراقبة والتحكم. يحب النرجسي أن يكون لديه السيطرة والتحكم في الوضع، وعندما يحدث الطلاق قد يفقد هذا الشعور بالسيطرة ويشعر بالضياع والعجز. ثالثًا، فقدان مصدر التأكيد والاعتراف. قد يكون الشريك مصدرًا هاما للتأكيد والاعتراف النرجسي، وعندما يحدث الانفصال يفقد هذا المصدر، مما يؤثر على شعوره بالقيمة الذاتية. رابعا، الانفصال عن الإمدادات العاطفية والمادية. قد يعتمد النرجسي على الشريك لتوفير الإمدادات العاطفية والمادية، وعندما يحدث الانفصال يفقد هذا الدعم، مما يزيد من شعوره بالضياع والخسارة. خامسا، الخوف من فشل العلاقة. قد يكون النرجسي خائفا من فشل العلاقة، وما قد يعنيه ذلك من نقص في القدرة على التأثير والسيطرة على الآخرين. يجب أن يتم التعامل مع الطلاق مع النرجسي بحذر وفهم، وقد يكون من الضروري الحصول على الدعم النفسي والمساعدة المهنية للتعامل مع المشاعر المؤلمة والتحديات التي قد تظهر خلال هذه الفترة.